معنا مدرب فريق روما السيد جامبيرو جاسبريني. مستر، هل هي نتيجة جيدة أم استحق روما أكثر؟ التعادل لم نتمكن من الحصول عليه هذه السنة. أعتقد نقطة كانت استحقاق واستحقت الفوز أيضا، ولكن بعد التأخر 1-0 لم يكن من السهل استعادة النتيجة، وأنا راضي عن الأداء. عندما يخلق روما العزيز من الفرص ولكن لا ينجح بالتسجيل، ما الحل هذا؟ أعتقد كان هناك العديد من المحاولات في الشوط الأول، وكانت مسألة إنهاء فقط. هذه حالات التي يبدو فيها الهدف على وشك الحدوث، ولكن أيضا الحارس تصدى لبعض الفرص، ولكننا خلقنا العديد من الفرص. لعب روما يوم الخميس على المستوى الجسدي، هل هم مستعدون أم لا؟ بالنسبة لهذا الشيء استبدلنا بعض اللاعبين لنكون مستعدين أكثر، ولكن لا يمكن بالضبط طبعا الهيمنة على الملعب في 90 دقيقة مع الميلان، وكانوا متقدمين في النتيجة وخلقوا العديد من الفرص. ديفنتر سجلت هدف جيد اليوم، ما هو شعورك حياله؟ أنا سعيد من أجل الهدف، ولكن لم نتمكن من الفوز. بالبداية بمباراة كهذه، هل تشعر بثقة المدرب بك؟ نعم، من المهم دائما الشعور بهذه الثقة والشعور بإمكانية مساعدة الفريق، وكان شعور جيد. بحسب سيناريو المباراة، هل تعتقد أنكم كسبتم نقطة أم خسرتم 2؟ أعتقد أننا خسرنا نقطتين، حيث تلقينا ضربة جزاء، ولكن هذه كرة القدم ويجب تقبلها. شكرا. شبكة نجوم الرابعة، اشتراك واحد، محتوى متعدد.